لو بتبدأ حياتك في سن 19 سنة وعايز تتعلم المجال ده وتحترفه، هتبدأ ازاي عشان توصل لمستوى يخلي ده مصدر دخلك؟ ونصيحة لو هبدأ وأنا أصلا في أوروبا، يعني الموضوع هيكون أحسن ولا أوحش؟ بص، الموضوع ده برضو مهم جدا جدا جدا. من كام يوم كنت بتفرج على فيديو لواحد مصري للأسف، سافر تركيا بطريقة غير سافر قصدي إيطاليا بطريقة غير شرعية، وحكى بقى الموضوع بالظبط. موضوع مميت وصعب جدا 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 يعني، وحرام الناس اللي بتعمل كده. فدلوقتي في بقى يعني هحاول بإذن الله ان انا انزل فيديوهات او كورس، وهيكون بإذن الله مجاني خالص للناس اللي هم عايزين يسافروا اوروبا، اللي زي دي لسنها صغير، اللي زيك يعني اللي عندهم 19 سنة. اولا برافو عليك لان انت سنك صغير وعايز تعمل حاجة وبتاع و... وعايز تعمل حاجة مختلفة يعني، وربنا يكرمك. فان شاء الله هنزل فيديوهات هقول لك ازاي وانت في بيتك، مش لازم تبقى مسافر. مثلا ايطاليا، ازاي تبيع في ايطاليا وانت ما بتعرفش ايطالي اصلا؟ استخدام الاي اي، ازاي تعمل ستور صغير، ازاي توصل منتجات دروب شيبينج وكمان سي او دي. خلي بالك في ايطاليا، اسبانيا، البرتغال، بولندا، تشيك، هنغاريا، كل الدول دي دلوقتي لسه بتعتمد على كاش اون ديليفري، فانت مش محتاج خالص شركه عشان تبيع هناك. لكن في شركات ممكن تشتغل معاها بتقدم لك المنتجات كدروب شيبينج، وانت بقى ايه، تبيع وتحصل فلوس من هناك بصفتك الشخصيه، مش بحساب شركه ولا اي حاجه. فبدل ما تسافر بقى في البحر، او بدل يعني حد ما يسافر في البحر ويبيع اللي قدامه واللي وراه علشان يوصل ايطاليا، ليه؟ طب ما انت اقعد وانت في بيتك هنا، بيع هناك، وهتعمل فلوس اكتر من اللي بيسافروا يعني هناك. عشان الاوراق، لما اللي بيسافر هناك الاوراق ما بتبقاش رسميه، بياخد كام يعني في اليوم؟ مبالغ قليله جدا. هنقول مثلا 30 يورو مثلا، انا ما اعرفش. 30 يورو دي انت ممكن تجيبها من مبيعه واحده بس لو جات لك اونلاين. تخيل بقى مثلا انت بعت بروفيتس يعني 10 منتجات في اليوم، يعني 300 يورو، فاهم؟ وانت قاعد في بيتك عادي خالص، مش لازم تكون بتتكلم اللغه بتاعت الدوله الاوروبيه كده. فبإذن الله كده بس أوفر وقت وأقدر أعمل الكورس ده، عشان دي فعلا هتبقى حاجة مهمة جدا وهتساعد ناس كتيرة جدا.